السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال بإذن الله وعواشركم بروكا بالصحة والسلامة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحضروا حلوة التمر الغنية على التعريف، حلوة تقليدية قديمة كتجي هشيشة بزاف، كتذوب في الفم مع كداك التمر لداخل، كتجي رائعة. أنا من عشاق ديال هاد الحلوة، كتعجبني بزاف. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتي اول مره كتشوفي القناه، ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات باذن الله. هنا كي كتشوفوا كنصور لكم الحلوه، بقيت هكا كنقسمها، تشوفوا شحال كتجي هشيشه، كتجي زمفتيه بزاف. والان نمروا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الحلوه. الكميه اللي استعملت ديال التمر، هنا عندي كيلو ديال التمر. انا خديت التمر هاد التمر المعجون اللي كيكون جاهز، اللي كيبغي يخدموه في الدار على يديه يصاوبو. هنا الكميه عندي كيلو، اللي كنبقى نمعكها هكا بيدي ونطلقها شويه. هو التمر واخا تيكون في الاول قاصح، راه غير تنعجنوه تيدفى في يدينا كيتطلق. وغادي نعجنوه بالزهر. هنا كنبقى نضيف كميه الزهر، كتطلق ليا هاد لاباط ديال التمر كتطلقها لي. المهم ضفت 2 معالق وليت ضفت 2 معالق وليت ضفت معلقات، تقريبا شي 5 ديال المعالق اللي ضفت هكا ديال الزهر. وكينسم ليه هاد التمر، كيجي التمر منسم بالمذاق د الزهر. واللي تيبغي القرفه نضيفو واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه. انا هنا ما درتش القرفه. صافي من بعد ما طلقت هاد العجين ديال التمر مزيان، كنبقى نشكلو هكا حريبلات، لاننا هذا هو الشكل اللي غادي ندير الشكل التقليدي ديال هاد الحلوه التمر. واللي تيبغي يخدمها بالطابع فكنديرو على شكل كويرات وتنغلفوها بالعجين وتنخدموها بداك الطابع اللي بغيتو. باش تنسهل عليا الخدمه يعني تنقادهم كاملين، هاد العجينه التمر كامله كنصاوب هاد الكميه وتنغطيها بلاستيك غذائي، عاد كندوز نحضر العجينه. بالنسبة للعجين هنايا خدمت بربعة ديال الزبدة، وممكن ديرو حتى الزبدة ديال الطاسة اللي بغيتو. وتنضيف واحد 5 د المعالق ديال سكر كلاصي، ما كنكترش الحلاوة لأن تقريبا نص كاس، لأن تنفندوها في الكلاصي في الأخير. صافي تنخدم الزبدة مع الكلاصي مزيان حتى كيولي ديك الزبدة على شكل بوماد، كترخف مزيان. ومن بعد تنضيف الزيت النباتية. هنا عندي كاس ديال الزيت النباتية، كاس العنبة. وتنولي نخدمو تا هو مزيان مع ديك الزبدة. بالنسبه لهاد الكميه اللي خدمت ديال 4 ديال الزبده، راها كفاتني ديك الكميه ديال كيلو ديال التمر. شاط واحد شويه ديال العجينه. المهم الكميه ديال 4 الزبده كتجيني مزيانه مع هاد الكيلو ديال التمر. وكنضيفو ما زهر. هنا عندي 4 كاس ديال ما زهر. كتجي هاد العجينه منسمه بالزهر، كتجي زوينه بزاف. واحد رشيشه د الملحه، وضفت كذلك حبه ديال البيض. صافي هادو هما المكونات اللي كنستعمل في هاد العجين ديال هاد الحلوه. وكنبقى نخدم مزيان ديك الزبده مع الزيت مع البيض مع الزهر. المهم كنخدموا هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا. وعاد كنبقى نضيف الدقيق د الفرش، نوعيه جيده ديال الحلويات. هنا كل مره كنضيف كاس 2 كيسان حتى كتجمع لي. المهم في المجمل راه كتاخذنا من نص كيلو حتى من 500 غرام حتى 600 غرام ديال دقيق الفرش، على حسب النوعيه ديال الدقيق. ولكن حنا ما نضيفوش نضيفوه تدريجيا حتى كتجمع لي عجينه. وبالنسبه للخميره ديال الحلويات، راني ضفت واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه. ما تنضيفش كيس، تقريبا واحد 2 غرام ديال الخميره ديال الحلوه اللي تنضيف. واحد راس المعلقه صغيره هي اللي تنضيفو. وهذا هو القوام ديال العجينه. راها تنجمعوها ما تبقاش مخفه بزاف، وفي نفس الوقت ماشي عاود تنقصحوها اكثر من القياس، تتبقى لينه. وبالنسبه للطريقه اللي تنخدم، انا خدمت غير بهذه الطريقه لان دغيا كنسربي فيها. ولا بغيتو تطلقوها وتبقاو تقطعوا بالقطاعه، عاد تبقاو تعمروا اللي فضلتو. انا كنبقى ناخذ شويه ديال العجينه تنسطحوها هكا على يدي، ومن بعد كنعمروا بهذا الحريبل ديال التمر. وكنبقى نجمع العجينه عليه بهذا الشكل.
حتى كنغطيو داك التمر ما يبقاش باين، وكنديرو بهذا الشكل. ومن بعد كنعطيه هذا الشكل هكا في الوسط، كنجمع العجينة هكا في الوسط، وكناخدو هداك المنيقش الصغير اللي كنقشو به الكعبة ولا المهم الحلويات كاملة، وكنبقى نقشو نزينوه بهذا الشكل. وخلاص اللي تيخدم بالطابع راه الطابع فيه يعني راه الزواقة ديالو فيه، ما تنحتاجوش عاد نزينوه مرة أخرى. فيه بطريقة ساهلة. أنا تنخدم الحلوة هنا حتى كنعمر تقريبا واحد الثانية، تنشعل الفران يسخن ضروري، تنشعلو الفران وحنا تنخدمو في هاد الحلوة باش كندخلو الحلوة فران سخون. صافي بهاد الشكل كتجي زوينة. يعني تزيين جد بسيط، وكنستمر حتى كنكمل الكمية ديال هاد الحليوة كاملة. وما تتاخدش منا الوقت، غير تنوجدوها. ومن بعد ما كملت الثانية ديالي هنا مسخنة الفران على 180 درجة من الأسفل، كندخل هاد الحلوة كطيب لي من الأسفل. من كتبان لي بدات تتشد راسها، شدات راسها وبدات تتحمر من تحت، كنولي نشعل عليها الفوق تتحمر شوية، ماشي نخليوها تاخد اللون مزيان، هي شوية تتبقى بيضة. كنحمروها غير شوية وتنخرجوها. وهنايا من بعد ما خرجت الحلوة كي كتشوفوا راها اخدت واحد اللون ذهبي، وخلاص من التحت راها تتجي محمرة، لأن ضروري نعطيوها عاود حقها في الطياب باش تطيب. واللي كيبغي يخليها هكا خليوها، واللي كيبغي يفندها في الكلاصي يفندها. المهم انا بالنسبه للعجين راه ما درتش فيها نسبه عاليه ديال السكر، راه كيجي مذاق معتدل، كتجيش عاوتاني حلوه اكثر من القياس. انا عندي السكر كلاصي كنرمي فيه الحلوه وهي سخونه، لانني باغاها تشد لي الكلاصي مزيان، كنرميها وهي سخونه في هذا السكر كلاصي. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. واللي ما تيبغيش هكا تجي مفنده في الكلاصي فنرشوا عليها غير شويه من الفوق كيعطيني واحد المنظر وصافي. هنا حليت معكم وحيده كتشوفوا شحال كتجي هشيشه، كتجي هشيشه بزاف كتذوب في الفم. انا تنحماق على هاد الحلوه التمر كتجي رائعه. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي ما تنسايش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات. والف مرحبا بك في القناه، ولا فيديو مقبل ان شاء الله. خليتكم على خير، مع السلامه.